صلوا على النبي يلا نبدأ الفيلم. بيبدأ فيلمنا مع واحد اسمه أزغور اللي وصل لسن 18 سنة، وكان بيحتفل بعيد ميلاده وفرحان انه اخيرا هيحصل على ورث جده، وده لانه الوريث الوحيد. وبتسافر له بنت اسمها إليف من القرية بتاعتها لاسطنبول، لان كان بينهم قصة حب من الطفولة، ووعدها بانه هرجع لها وهي عايشة على الوعد ده. بس لما بتروح له ما بيعرفهاش، وبيقول لها لو جايه تطلبي شغل مفيش حاليا وظايف متاحة. ولما بتقوله ان هي جاية مش عشان شغل بيحرجها، وبيقول لها المعجبين بيسجلوا اعجابهم على الفيسبوك. وبيروح عشان يقرا شروط التركة بتاعت جده، وبيلاقي في شروط عشان ياخد الورث: انه يروح يتعلم في القرية اللي كان عايش فيها وهو طفل، وانه يتخرج من المدرسة اللي في القرية ويتعلم القيم والاصول ويبقى قد المسؤولية. ولو رفض شروط جده هياخد 1% بس من نسبة الميراث، وباقي الفلوس هتروح للجمعيات الخيرية. وساعتها أزغور بيقول للمحامي انه موافق، وبيروح يعيش في القرية اللي كان عايش فيها وهو طفل، وبيكون مستغرب حياته هناك جدا. ولما إليف بتشوفه في القرية بتتصدم وبتكون طايرة من السعادة، لدرجة انه بيغمى عليها لانها مريضة قلب. ولما بيدخل بيت جده في القرية بتصدم لانه مش شبه القصر اللي عايش فيه، بس بيصبر نفسه لانها مرحلة وبعدها هيورث الفلوس وهيخلص من الكابوس ده. بعدها بيروح مطعم واحدة اسمها صالحة، وبيبقى اخت إليف وبيطلب اكل منها. ولما بيجي يحاسب بيلاقي إليف اللي على الكاشير وبيديلها الحساب بالفيزا، بس بتقوله انها اتوقفت وبيدفع كاش وبيسيب لها تيبس. وبيحرجها وبيقول لها نضفي ايدك دي، انت المفروض شغاله في مطعم. وما كانش يعرف انها حنه هي عاملاها عشان لو ماتت في اي وقت. بعدها أزغور بيروح المدرسه وبيعمل مشكله في الفصل مع زميله، وبيقول له اطلعوا له ملعب التنس عشان يتخانقوا، وبيضربه وزميله بيعيط. وساعتها أزغور بيتأثر، وابو زميله بيعزمه على العشاء وبيعامله اكنه واحد من اسرته، وبيراضيه وبيعامله حلو رغم انه ضرب ابنه. وأزغور بيرجع من عندهم في وقت متأخر وبيكون خايف من الضلمة، وبيقابل إليف وبتقرر ان هي توصله. وبعدها بيروح لمدير المدرسة وبيحاول يرشيه عشان يديله ورقة نجاح، وبيوعده ان لما يديله شهادة النجاح وياخد ورثه هيديله 150 مليون ليرة. لكن المدير بيرفض وبيقوله لازم تذاكر وتنجح بمجهودك. وبيبص لصورة جده اللي كان صاحبه وبيقوله انه مش هيسيبه كده وهيغيره. بعدها بيعزم صحابه في المطعم وبيبان على إليف انها غيرانة جدا، وكمان صاحبته بتقوله المكان ده وحش وان هي عايزة تروح بيته، بس أزغور بيرفض. ولما بتقوله ان المطعم والخدمة وحشين بيرد عليها وحش وبيسكتها، وكل ده عشان يراضي إليف لانه بدأ يهتم بيها. ولما بيروح المدرسة بيلاقي إليف وبيقول لها ليه كل ما بروح مكان بلاقيكي، وبتقوله ان هي بتعمل مسرحية وعايزاه يمثل دور امها، بس قال لها انه مش فاضي وسابها ومشي. وبيخرج وبيشوف امه وهي بتلعب مع اطفال ايتام في نفس المكان، وساعتها بيفتكر الحسن لابوهم وعملوها وماتوا، وبيغمى عليه وإليف بتاخده وبتروحه بيته، وبتفضل سهرانة معاه طول الليل وبترعاه ومش بتسيبه ابدا، وبتعمل له اكل وبيقول لها انت اول حد يعمل لي حاجات بدون مقابل. وبيبداوا يقربوا من بعض، والمرة دي لما إليف بتطلب منه يمثل معاه في المسرحية بيوافق. ولما بيروح لها بروفا بيعمل اكنه وقع من على السلم ورجله اتكسرت عشان يتحجج وما يمثلش معاها. وساعتها بتخرج وهي زعلانة وبيغمى عليها، وأزغور بياخدها على المستشفى على طول. وهم في المستشفى اختها صالحة بتقوله ان هي مريضة قلب وعايشة على طول في المستشفيات، وانها عانت كتير في حياتها. وساعتها بيقول لصالحة انه هياخد مكانها كمرافق ليها في المستشفى عشان يبقى قريب منها ويعترف لها انه بيحبها. وبيفضل سهران معاه في المستشفى بالليالي لحد ما بتتحسن شوية وبتخرج معاه، وبيقول لها ان هي تعبانة وانها مش لازم تشتغل. وبتقول ان دار الايتام مملوكه للجمعيه اللي عايزه تاخدها بعد موت جده، وانها لازم تجمع فلوس عشان تشتري المكان، عشان تجمع كل الايتام في مكان واحد وتهتم بيهم. وساعتها أزغور بيكلم المحامي وبيتنازل عن كل ثروته مقابل انه يسيب دار الايتام. وساعتها المحامي بيفرح جدا انه بقى انسان كويس. وإليف بتعترف لاختها صالحه انها بتحب أزغور وانها قررت تعيش معاه الايام اللي فاضلالها في حياتها. وساعتها أزغور بيسافر لدكتور محترف وبيعرض عليه حاله إليف، وبيقول له انه ممكن يخسر ثروته كلها بس إليف تخف. لكن للاسف الدكتور بيقول له ان حالتها دي ملهاش علاج. ولما بيرجع بيلاقي صالحة بتعرفه ان إليف هتعيش معاه، وبتطلب منه يخليها ترجع في قرارها ده لانهم عايشين في قرية والناس هتتكلم عليهم، وانه لازم يخليها ترجع في قرارها ده بطريقة لطيفة عشان ما يجرحهاش عشان قلبها. ولما بيروح أزغور البيت بيلاقي إليف مستنياه بالشنطة وبتقوله ان هي هتعيش معاه، وبدأ يقول لها ما ينفعش لانهم عايشين في قرية وفي اشاعات هتطلع عليهم. وساعتها بتزعل جدا وبتتأسف له ان هي بلغت في علاقتهم ببعض، وبتروح إليف وهي بتعيط وحزينة جدا. ويومها أزغور ما بيعرفش ينام من حزنه عشانها. وتاني يوم بيروح أزغور لدار الأيتام
وبيسمع الولد بيقول للبنت في البروفا انه ماشي ورايح لجده في اسطنبول، فقالت له هستناك، وبيفتكر ان الموقف ده نفس الموقف اللي حصل بينه هو وإليف وهما صغيرين، وبيكون متضايق جدا انه نسي وعده ليها، وبيروح لإليف وبيفضل يعتذر لها انه نسي وان هي فضلت منتظرة كل السنين دي، وبيوعدها انه هيعوضها عن كل السنين اللي فاتت دي، وبيقرر يتجوزها ويعيش معاها، وبيعمل نفس الحنة اللي هي عاملاها في ايدها، وبيتأسف لها على الموقف اللي حرجها فيه على ايدها في المطعم، وبيوعدها انه هيسيب الحنة دي في ايده طول عمره، وبيعيشوا احلى ايام عمرهم مع بعض، وبرضه بيعيشوا ايام صعبة لما بتتعب. وبيجي يوم عرض المسرحية والأطفال بيعملوا دور حلو جدا وبيعجب الناس، وبيتشارك إليف وأزغور في المسرحية، والناس كلها بيكونوا مبهورين بدورهم، وبتنتهي المسرحية وبيلموا تبرعات كتيرة جدا للأيتام، وبنعرف إن أزغور اتبرع بكل ثروته للأيتام، وبعدها إليف بتطلب منه إن هي تنام في حضنه 10 دقايق، لكن بتفضل بالساعات في حضنه لأنها بتكون ماتت. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة، وتكتب لنا عايزنا نلخص فيلم الفيديو الجاي.